اكله من الاكلات اللي ما تتفوتش ابدا. اكله بسيطه بس بجد اكله حلوه قوي، حرشه، اكله شعبيه من الدرجه الاولى، اكله جميله تاكل. كلنا خارجين من عيد ومن اللحمه وهي دي احسن حاجه. الباميه الويكه من غير شوربه بالعدس. بصوا عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه مع الباذنجان المخلل. حطي قدامك بقى 3-4 رغيفه كده، وبعد ما تاكلي كوبايه شاي بالنعناع وادعيلي. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. حطي لي احلى لايك ونخش نشوف الويكه دي احنا عملناها ازاي. جميله جميله سهله وبسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه غسلت الباميه اهي وحطيتها في المصفى الصف. نركنها كده على جنب. معايا بقى العدس غسلته حلو قوي. عندي هنا توم، جزر مبشور، بصلايه، قطايه. حطيت كل الحاجات دي وهرفعها على النار. الباميه بتخرطيها كده زي ما تكوني بتخرطي بصلايه رفيع قوي اهو، يعني ايه تخليها ترفعيها قوي بالسكينه. نيجي بقى الحاجه التانية. البتنجان ده اتغسل حلو قوي اهو. احطه في ميه ساقعه يعني عادي من الحنفيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وارفعه على البوتاجاز غلوتين 2، والتالتة اروح طافيه عليه عشان ما يبقاش مستوي ومهري قوي. وبعدين انا بسلقه بالعرش ده، ما بسلقوش من غيره، لان لو سلقته من غيره بيسود. اول العدس ما يغلي بوطي عليه اول البوتاجاز شمع عشان انا عايزاه يبقى مستوي مهري. العدس بقى استوى خالص اهو، هطفي عليه واسيبه يبرد شويه. هنعمل بقى دقه البتنجان. معايا توم وقرنين فلفل حمر اهو. انا بحط للبتنجان ملح بس، ما بحطلوش اي حاجه تاني. ريحه الدقه بتاعت البتنجان تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه ازاي. الفلفل بيخليها ريحتها جميله. نعصر بقى عليها ليمون كتير. يا ريت اللي وصل لغايه هنا كده احلى لايك. انتوا بتنسوا اللايكات، اللايك مش بفلوس يعني. بصوا حبه بتنجان حكايه كفايه البتنجان لوحدي. بس انا بعمله كده من غير كمون ولا اي حاجه. الكمون لو عملتيه وسبتيه شويه هيسود. جربيه بالطريقه دي هيعجبك، او مش هتعملي الا غير كده. حبه الدقه بقى اللي فاضلين واروح دلقاهم كده اهو. استنيت لما العدس برد وضربته في الخلاط. ارفعه بقى على البوتاجاز. قطعت الباميه اهي صغير قوي كده، وده قرن فلفل ومعاه فصين توم نيين. مش هحط الباميه الا لما العدس يغلي. العدس غلي، نزلت الباميه وده فص التوم او فصين توم وقرن فلفل نيين كده حطيتهم. هحط له بقى شويه ملح وشطه وكمون. شطه طبعا دي حسب الرغبه، بس هو ملح وكمون. انا موطيه عليها خالص. وبعدين هي استوت. لما تستوي بقى يعني في ناس بيعملوها بالمفراك وفي ناس بيضربوها في الخلاط. انا لا كده ولا كده. انا مقطعاها صغير قوي لان انا بحب فيها حته الباميه كده تبقى باينه اهو. يكفي ان انا بعملها كده اهو خلاص، لان انا مقطعاها صغير قوي. وبعدين الوكه دي بتتعمل بطريقتين، طريقه بالشوربه وطريقه كده بالعدس. بس احنا خارجين من عيد طبعا، فلقيت دي يعني احلى حاجه كده تاكل بعد اللحمه وبعد الشوربه وبعد الدسامه اللي كنا فيها. احط بقى شويه زيت في الطاسه لان دي بتطشلها زي الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الفرق الملوخيه تطشلها بسمنه ودي بزيت. عايزه تطشلها بسمنه عادي تطشلها بسمنه، بس انا هطش الطشه بتاعتها بزيت عشان تبقى خفيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بمعلقه تومه اهي مفرومه. هنزل بشويه كزبره. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كزبره حلوين كده. الله يا روايحك يا ام نادر، يا روايحك وحركاتك وتكاتك يا ام نادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله، الله اكبر. حلاوتك لما تبقي رايقه يا ام نادر.